طيب عماد، إذا بدي أسألك اليوم شو موقفك من الحكومة السورية الحالية عندما أتى الرئيس بشار الأسد على رأس الحكومة؟ المعارضة السورية هللت وتكلمت الصحافة عن ربيع سوريا، وهذا الشيء تبين بعد فترة أنه ما كانت توقعاتهم بمحلها. شو رأي حضرتك بهالموضوع هيدا؟ أنا من الأشخاص اللي تحفظوا وقلت إنه لا يمكن أن يتم أي تعديل بالنظام السوري، بل قد يكون أدعس. والسبب هو بشار الأسد ما عنده قوة بيه حتى يقدر يعمل ولو تحولات بسيطة، ولذلك حتى يحكم بده يشدد أكثر. وبعدين بشار الأسد منبثق من نظام دموي، إذا حاول وقدر يغيره ليعملوا ديمقراطية، أول ضحية هو بده يروح. وأكبر مثل هو غورباتشوف كان بعتقد أعظم شخصية بروسيا وقت عمل الشفافية وبلش يحرر روسيا الاتحاد السوفيتي من الشيوعية ومن النظام القديم. أول واحد هو دفع الثمن لأنه هو انبثق من النظام. فإذا مجانين كانوا على المستوى الدولي وعلى المستوى الفردي اللي اعتقدوا بلحظة من اللحظات أنه بشار الأسد ممكن يعمل انفتاح ويصلح النظام.